الزمالك يحقق فوزاً مهماً على بتروجيت بهدفين دون مقابل في الدوري المصري الممتاز. الفريق ظهر بشكل منظم منذ البداية وفرض سيطرته على مجريات اللعب. في الدقيقة 21 افتتح عدي الدباغ التسجيل للزمالك بعد هجمة سريعة أنهاها بنجاح داخل الشباك. واصل الزمالك ضغطه، وقبل نهاية الشوط الأول حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 39 نفذها حسام عبد المجيد بنجاح ليضيف الهدف الثاني. في الشوط الثاني حاول بتروجيت تقليص الفارق، لكن دفاع الزمالك تعامل بثبات مع المحاولات، واعتمد الزمالك على الاستحواذ وتهدئة اللعب حتى صافرة النهاية. ويأتي هذا الفوز في ظل ظروف صعبة يمر بها النادي، في مقدمتها إيقاف القيد والأزمة المالية وعدم صرف مستحقات عدد من اللاعبين، وهو ما يمنح الانتصار قيمة أكبر من الناحية المعنوية. وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.